السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الغاليين، معاكم مستر اسلام حجاز، استاذ الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا للمرحلة الثانوية. نبدأ النهاردة بالسؤال بتاع الشهادة الإعدادية اللي حير طلابنا السنة اللي فاتت واللي هيحيرهم الفترة الجاية. السؤال النهاردة على درس اسمه درس الألمونيوم أو درس البوكسات اللي هو في درس المعادن أو الجزئية بتاعة البوكسات اللي في المعادن. السؤال هنا جه السنة اللي فاتت اللي وقع طلاب الشرقية بشكل خاص، تمام؟ بقى أسئلته أسئلة سهلة. السؤال كان بيقول كالتالي: تعتبر مصر من الدول المصدرة الخام للألمنيوم. طبعا اللي حافظ المنهج واللي مركزش في شرح المنهج واللي مركزش في المذاكرة وقع في السؤال وقال لك غلط، مصر مش من الدول المصدرة للألمونيوم أو لخام الألمونيوم. إنما هو أصلا جابها لك في الدرس شرحها لك يا أستاذ، تمام؟ بس أنت بس فلتت منك شوية الحتة بتاعت إن مصر من الدول المصدرة لخام البوكسيت أو لخام الألمونيوم وبتصدر مواسير لدولة نيجيريا، مواسير ألمونيوم. جاي لك في الكتاب بالنص، خد بالك، تمام؟ فمصر فعلا من الدول المصدرة لخام الألمونيوم، بالدليل انها بتصدر بوكسايت لدوله نيجيريا او بتصدر مواسير المونيوم لدوله نيجيريا. خد بالك من السؤال ده عشان السؤال ده حصل فيه تريكيه السنه اللي فاتت. تمام. تمام. نيجي بقى على باقي الاسئله. سؤال على امريكا مثلا: امريكا من الدول اللي عندها كميات كبيره من الالومنيوم وبتدي كميات كبيره من الالومنيوم، ولكن البوكسات كمياته قليله. البوكسات ده الخام، خد بالك، بنصنعه بيبقى الومنيوم. تمام. امريكا ما عندهاش بوكسات، عندها الومنيوم. طب ازاي؟ قال لك امريكا عندها مقومات طبيعيه وبشريه، عندها صناعات، عندها طاقه كهربائيه كبيره. امريكا من الدول اللي عندها خبرات علميه وفنيه. امريكا من الدول اللي عندها سوق داخلي وسوق خارجي تبيع فيه وتشتري. قال لك امريكا ده ساعدها انها تنتج كميات كبيره من الالومنيوم على رغم قله انتاجها من البوكسات، لذلك هي الاولى في الالومنيوم. طب مين الاولى في البوكسات عشان انا ناسي؟ قال لك استراليا. تمام. استراليا، الصين فيها بوكسايت. طب ماشي، فخد بالك من الجزئيه دي، خلي بالك. في البوكسات استراليا، في الالومنيوم امريكا. ركز فيها يا استاذ عشان الالومنيوم داخل في كل المحافظات، وكل محافظه لازم يجي لك سؤال على البوكسايت. لا، الومنيوم بوكسايت الومنيوم الاثنين واحد، بس ده الخام وده الصناعه. وركز على النحاس عشان اسئلته كتير. ها، هعمل لك فيديو على المره الجايه. بالتوفيق يا ابطال.